تعالي نعمله بطريقة سهلة وبسيطة. هبسطها لك خالص. عايزة تعملي نص كيلو دقيق، عايزة تعملي كيلو، عايزة تعملي اي كمية براحتك. انا هقول لك مقادير الكيلو دقيق. كيلو دقيق عليه معلقة سكر كبيرة ومعلقة ملح صغيرة، او معلقة سكر كبيرة ونص معلقة ملح، اقل من نص معلقة ملح. هنا عندي انا هعمل 2 كيلو دقيق، فهحط معلقة ملح ومعلقتين سكر. خدي مني ومتدوريش. عملتي ليه اقل من كده عايزه مسكر، حطي على الكيلو معلقتين بس، هو ده عدله. يعني عشان السكر يحمر الوش وعشان يديله طعم. السكر مع الملح بيديله طعم تحفة وبيبقى حاجي وطعمه خطير. بحيث بعد كده عايزة تاكليه بمربى بجبنة قديمة. طبعا عرفتوا انا بعمل ايه. الفطير المشلتت هتعملي في البيت ولا هتفردي ولا هتطوحي بايدك ولا صنعة ولا اي حاجة. هو كل الحكاية دقيق وملح وسكر بس كده. اعجني لحد العجينة يعني ايه بالراحة على الهادي يا زبادي. تمام. خديها كده على الهادي، شربيه المية بتاعته والمقدار بتاعه. هي عجينة لينة بتلزق في الايد. تمام. انا مش هحط المية مرة واحدة، ممكن المية دي تكون كتيرة على 2 كيلو. تمام. انا اديتك مقادير كيلو دقيق. تمام. وبرضو في السمنة اما نيجي للسمنة هقولك قد ايه على الكيلو دقيق. خلاص. هتعملي بقى، هتفضلي تلتي وتعجني في العجين كده حوالي من 5 ل7 دقايق بالراحة وعلى مهل. يعني شربتيه حسيت اللي تحت كده في لسه في دقيق، حطي معلقتين ميه، ربع كوبايه ربع كوبايه، بحيث ان العجينه معاكي تتشرب وتبقى كلها طايلها الميه ومش بتلزق. بتلزق. بصي شويه الميه دول فاضوا بتلزق في الايد. انا هنا هحاول اخرجها من ايدي على قد ما اقدر واحط عليها معلقتين زيت. بس الاول اتاكد ان تحت في الطبق من تحت مفيش دقيق. الدقيق اختفى. بصي هي بتلزق في ايدي كده. عايزه تحطي معلقه دقيق كده صغيره وتفركي بيها ايدك وتحطيها على العجين، تمام. عايزه تنضفي ايدك وتروحي تغسليها، تمام. بس ايدك لو نظيفه وحطيتي زيت مش بتلزق فيها. تمام. انا هنا يا دوبك معلقه زيت على الوش كده هلف بيها العجينه، مش بعجن. ما تحاوليش تعجني العجينه بزيت، هيبقى فطير مقدد وبيجلد معاكي ومش حلو خالص. حطي كده معلقه زيت، معلقتين على حسب. لو كيلو معلقه زيت على الوش، مش تقلبي بس بيها تاخديها العجينه. ومعايا حته زبده صغيره خالص. طبعا مش صغيره، لا انا كيلو هياخد معاكي حوالي 200 جرام زبده ومعلقتين زيت. الزيت لازم. انا هنا مش هاخد القالب ده طبعا، انا هسيح منه على قد ال 2 كيلو وهحط عليهم نص كوبايه صغيره زيت وهسيبهم يسيحوا يفكوا بس. هبتدي اكورهم قد البرتقانيه الصغيره. هحط في الاخر زيت ومن فوق زيت وغطيهم بكيس او سيبيهم بس غلفيهم بالزيت. انا هنا عشان مش عامله كميه كبيره هحاول كده احطهم في الزيت، يعني اعملهم وهشتغل منهم على طول. صينيتي احط فيها سمنه او من غير اي حاجه، ممكن ما تحطيش لانك كده كده هتحطي. هنا كانت الزبده مع الزيت ساحوا فكوا. زبده فكت، خدت القالب خدت على قد المعيار اللي انا هعمل بيه. تقدري تحطي على الكيلو دقيق معلقتين كبار مليانين سمنه ومعلقتين زيت. زيت يكون مش زيت التومين عشان ما ينشفوش. وهاخد واحده واحده من الكور اللي انا عاملاها واحطها في الزبده وافرد. هتفردي على قد ما تتفرد معاكي، لا هنجيب منشابه ولا مردنه ولا اي حاجه هنفرد بيها، لا بايديكي. الفطير بالايد كله وعلى قد ما اتقطعت مفيش مشاكل. بصي هتفردي وتحطي في الصينيه. طب هتحطي كام واحده؟
احنا هنا مكورينه برتقانية كبيرة، ما تقدري تعملي اقل، تكوريه اقل. لو كورتيه اقل هتفردي كذا واحدة، يعني ممكن الصينية دي تاخد من 8 ل 10 وحدات لو مكورة صغير، لكن احنا مكورينه كبير، هنحط من 4 ل 5 وحدات بس. مكورينه كبير يعني ايه؟ يعني الكورة كبيرة تخينة مثلا هتاخد، بس ما فيش مشاكل. احنا هنفرد على قد ما كل ما يريح العجين هيتفرد معاكي زي السكينة في الحلاوة، هيمشي معاكي يبقى خطير. بصي على ما باجي احط التانية عليها بتكون اتفردت ومش محتاجة، بتكون ريحت بصي انا حطيت هنا من 4 ل 5 وحدات، مش هفردها، انا هقفلها كده بوريكي بس اما باجي افردها وهتبقلل معاكي، ده دليل ان هو العجين والعجينه معايا مرتاحه زي الفل. هسيبها تريح واعمل واحده غيرها. تمام، هعمل واحده غيرها وارجع لها هتلاقيها بتتفرد معايا. ما تفرديش على طول، يعني انت كورتيها اهو، ما تفرزيش على طول، سيبيها تريحي واعملي غيرها. بصي البقلله دي دليل على تريح الفطيره. الفطيره مريحه معاكي، بصي استوت بتبقى خطيره، هتبقلل معاكي. من اسرار نجاح الفطير ان يبقلل معاكي في الفرن كده ويطلع كده، شايفه فوق وتحت. حاولي ما تسويش تحت قوي، ليه؟ لانك انت لو هتحطيه في الفريزر تطلعيه تسخنيه ما يتحرقش معاكي. عفوا يعني حاولي ما تسووهوش. هنا انا هطلع اهو، بصي تحت ومنفوخه لو اتنفخت في الفرن اعرفي انك انت الخطوات ماشيه والفطير ناجح معاكي جدا، مورق معاكي في الفرن. هجيب التانية والصينيه كده سخنه، طبعا انا كورتهم وحطيتهم في الصينيه كلهم، بفرد كل واحده كده اهي. بصي البقلله دي معناتها ان الفطيره مريحه، هتبقلل معايا الفرن بتعلى كده زي رغيف العيش اهي، تبقى دي فطير ناجح ومورق 100%، تحفه حقيقي خطير. شايفه في قلب الفرن والتالة هنا حطيت صينيه كبيره. بصي الصينيه دي كبيره، انا عملت ايه؟ بدل ما اعمل 4 5 وحدات عملت 8 كرات. ماشي، الصينيه على حسب حجم الصينيه معاكي. بقللت اهي في خطوتين او تركتين مهمين جدا، لو انت عايزاهم، مش عايزاهم هما مش مهمين قوي يعني. عايزه الوش احمر وبيلمع، يا حطي زبده، ترشي زبده على الوش، يا ترشي بخاخه فيها شويه ميه كده، بتديها طراوه وتخليه طري، يعني مش محتاج انك انت تغطيه. فين اهي، بصي مفيش واحده اسمها ما قبتش في الفرن. وطبعا القعر ما تزوديش عليه السوا، عشان اما تيجي خلاص تخزنيه مثلا في الفريزر تسويه. طبعا احنا عارفين بساعات بنخزنه ونطلعه على نار هاديه، تغطي الصينيه بيبقى معاكي تحفه كانك لسه عاملاه. هقطع لك واحده دلوقتي وهتشوفيه قد ايه هو مورق، وتبصي جمال تحفه يعني خطير. ما خدتيش وقت كبير، هتعمليه مفيش نص ساعه هتخلصيهم. 2 كيلو، لو كيلو هتعمليه في ربع ساعة، ولا تستني يريح وقت كبير ولا اي حاجة. شايفة شفاف وخطير، ايدك من تحت باينة وتحفة، مورق وخطير وطعمه حكاية. لو انت اول مرة تشوفيني يا ست الكل ما تنسيش تشجعيني، لايك، متابعة، اشتراك، شيري على قد ما تقدري. حقيقي شكله روعة، ما تكلفش معانا كتير، برضو يعتبر اقتصادي. اي سمنة عندي، زبدة على زيت، سمنة على زيت، هيمشي معاكي. بتحطي زيت نوع كويس ما يبقالوش ريحة، مش بتاع التومين، وبيطلع معاكي فطير خطير خطير خطير. اذا عجبك الفيديو لايك، متابعة، اشتراك. لو ما عجبكيش لا بأس. اتمنى لكم الخير والسعادة.